الاهلي رجع لافريقيا وتصدر مجموعته وكسب يانج افريكانز هنا في برج العرب 2-0، والزمالك شغال يبيع في لعيبته واحد ورا الثاني، وللاسف الفيفا قرر يوقف كود للزمالك للمره العاشره. بيراميدز بقى شغال يخطف لعيبه من الاهلي، اخرهم كان عوده الفخوري اللي خلاص بيخلص كل حاجه مع بيراميدز. واضح ان احنا اتسحلنا جامد مع المنتخب في كاس ورجعنا تاني لاقوى وامتع دوري في العالم الايجيبشن ليج. مساء الفل يا جماعه، انتوا متعودين على الحلقات تبقى في الفويس اوفر، مش متعودين ان انا بتكلم صوت وصوره قدامكم كتير. فازيكم عاملين ايه؟ شكرا على الفتره اللي فاتت لما كنا في كاس اتفرجتوا على حلقات كتير، في حلقات جابت 50 و40 الف، فشكرا جدا ليكم. وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. وقولوا لي ايه رايكم في السيت اب ده، وتعالوا نتكلم كده عن العوده بتاعه الاهلي وايه اللي بيحصل في الدوري المصري وايه اللي هنشوفه الفتره الجايه. يعني الاهلي غفلنا وخرج من الكاس وخرج من كاس الرابطه، بس يعني الحاجات دي ما بتهمناش قوي، كنا مشغولين مع المنتخب. الاهلي خرج من الكاس على ايد نادي وي، وطبعا شفنا الميمز والافيهات اللي طلعت بقى والسنترال والكلام ده كله. كمان في كاس الرابطه ما كملش قوي وخرجنا طلعنا سادس مجموعه تقريبا، يعني الحمد لله ان احنا ما غرقناش. في كاس الرابطه كنا بنلعب بالناشئين وعيال صغيره كتير وعيال مواليد 2006 و2005 اللي هم دلوقتي عموما دول يعني نجوم فرق في اوروبا عشان نكون متفقين. انما في الكاس كنا بنلعب بشويه من القوام الاساسي، يعني مش كله طبعا لان كان في لعيبه زي مروان وامام وبن رمضان وديانج، الناس دي كلها كانت في كاس بس قصدي ان كان عندك طاهر وحسين الشحات وجراديشار وكوكا وياسين مرعي، كل الناس دي لعبت في كاس الرابطه ولعبت كمان في الكاس. بس كاس الرابطه كنا بنلعب بالاغلب بالناشئين، انما في الكاس كنا لعبنا ماتش ويدا باغلب القوام الاساسي اللي انا قلت لك عليه، اللي هم تقريبا 50% لعيبه منهم اساسيه، ساعات بيقعدوا دكه وساعات بيكونوا اساسيين زي حسين وزي جراديشار. ماتش الكاس ده مش هنتكلم عنه كتير، يعني اغلب الانديه بره عادي بيحصل ليها كوارث في الكاس وبتخرج من الدور الاول. الاهلي خرج من الدور ال 32 اساسا، فعادي مش هنركز قوي. المهم الاهلي هيعمل ايه في افريقيا، لانه رجع على ماتش مع يانج افريكانز وده فريق كويس جدا في برج العرب. الاهلي قدر الحمد لله يفوز 2-0 بهدفين تريزيجيه، وطبعا اسيست امام واسيست هاني اللي مقدم موسم كويس جدا على فكره. المهم الاهلي رجع على معمعه افريقيا، لعب ماتش يانج افريكانز ولسه هيلعب ماتش في الدوري مع وادي دجله، ولسه كمان هيلعب ماتش مع يانج افريكانز اللي هو العوده. يانج افريكانز فرقه كويسه قوي، شفناها في الشوط الاول، الشوط اللي هو كان سيء قوي للاهلي، الاهلي لعب كوره وحشه وما لعبش بالشكل المنتظر ليه. الشوط الاول ما فيش حاجه انقذته غير الجون اللي جابه تريزيجيه اسيست محمد هاني، لكن باقي الشوط هم بالعكس، هم كانوا بيروحوا عليك وكانوا بيهددوا مرمى شوبير اللي انا مبسوط قوي من يستروب ان هو لاعب بشوبير اساسي، لان يا جماعه لازم ندي لشوبير حقه ان هو لازم يكون الحارس الاساسي للاهلي ومنتخب مصر، وده كنا اتكلمنا عنه كمان في الحلقات بتاعت افريقيا، ما تنساش تشوفها لو انت عايز تجلد نفسك يعني. وكمان شفنا مروان عثمان اساسي، مروان عثمان اللي هو مضى نزل تاني يوم لعب الماتش عادي جدا. طبعا حسام البدري لو شاف حاجه زي كده هيتجنن. الانسجام فين؟ الانسجام يا جدعان. وعلى فكره مروان عثمان ظهر بشكل كويس جدا، لعب تقريبا 60 دقيقه وبعد كده نزل جراديشار، بس لا لعب ماتش كويس يعني. انا شايف ان هو يجي منه، اي نعم مش هينفع يكون المهاجم الاساسي للاهلي، وانا مش مقتنع ان مروان عثمان اساسا هيكون المهاجم الاساسي للاهلي او عموما يكون مهاجم. هو لعيب بيتحرك كتير بيفرق كتير بس مش مهاجم. يعني هو ممكن يكون شادو سترايكر مثلا، ممكن نلعب بيه ونستفيد بيه على الوينج، لكن هو مش لعيب مهاجم نمره 9. وشكرا لمنتخب مصر ان هو رجع لنا امام عاشور وان هو جهز لنا امام عاشور. امام عاشور يا جماعه لعيب كواليتي فارق قوي، لعيب بعيد قوي عن اقرب منافسيه في الدوري ولا اقرب منافسيه في مصر كلها. لعيب من جيل، يعني من ريحه الجيل القديم كده، لعيب فعلا بيلعب كره ممتعه وبتتبسط وانت بتشوفه كده. يعني لازم اداره الاهلي فعلا تفتح ملف تجديد امام عاشور ده وتجدد له فعلا بالرقم اللي هو طالبه، لان انت مش هتلاقي زيه، انت مش هتلاقي لعيب زيه. ولما يكون امام عاشور فايق الاهلي بيكون فايق بصراحه. فبصراحه لازم الاهلي يحل مشكلته في حوار تجديد امام عاشور. امام عاشور هيخلص عقده تقريبا كمان سنه، فلازم نلحق ونعجل بالموضوع ده، حتى لو جاله حاجه بره نبيعه واحنا نستفيد، يعني زي ما عملنا مع وسام. بس طبعا انا ما اتمناش ان امام عاشور يمشي من الاهلي خالص خالص، ده اللعيب اللي هو عامل تقل للفرقه بجد. ماشي تريزيجيه كويس، في محمد هاني في مروان كويسين، بس امام عاشور لو فايق انت بتشوف الاهلي في حاله تانية خالص. خلينا نتكلم عن زيزو بقى. زيزو طول الماتش تايب، طول الماتش مفيش، يعني طول الماتش تقريبا من وقت ما راح المنتخب زيزو مش موجود اصلا، ودايما عايز يلم ودايما عايز يبان ان هو نجم الفرقه. طيب تمام، انت نجم الفرقه يعني تباصي وتلعب لزمايلك وتتحرك وتروح وتيجي، ما تعملش حاجه اللي انت اصلا ما بتعرفش تعملها، ان انت تعدي واحد على واحد. زيزو ما بيعرفش يعدي واحد على واحد يا جماعه. فان شاء الله الفتره الجايه زيزو يكون احسن، بس انا مش شايف ان هو الفتره دي مركز في الكوره اصلا، فتحركاته قليله، بيباصي كتير، مس باص كتير قوي، بيتحرك لزمايله بشكل قليل. مش ده زيزو النشيط اللي انت كنت بتشوفه مع الزمالك، واللي ساعات كان بتحصل مع الزمالك ان هو بيكون مستواه اقل، اللعيبه دايما فوق وتحت. بس الفتره دي الاهلي محتاج يكون زيزو شكله في الملعب يكون احسن، وكمان يكون في تناغم بينه وبين زمايله. ده الحمد لله شفناه بينه وبين امام لانه كان بيلعب معاه في الزمالك، لسه ما فيش ربط. حاسس ان من ساعه ما رجع من افريقيا، حاسس ان هو من ساعه ما راح المنتخب الموضوع
توهان خالص، زيزو تايه جدا جدا، وان شاء الله الفتره الجايه يكون احسن. نروح لتريزيجيه اللي جاب جونين وكده بقى هداف دوري ابطال افريقيا لحد دلوقتي ب5 اهداف. تريزيجيه مقدم موسم كويس جدا مع الاهلي، يعني اخيرا لقينا حد الامام يسنده وقت ما يقع مثلا ولا حاجه، بيجيب اجوان بالدماغ وبالار 2 اللي هو بيحطها كل 100 سنه دي، بس هو في الموسم ده مع الاهلي حطها كتير الحمد لله. فان شاء الله يكمل، وتريزيجيه كابتن الفرقه لازم يكون افضل ولازم يكون احسن طول الماتش. هو مثلا عمل حاجات كتير غلط، بس في الاول وفي الاخر هو جاب لك جولين خلص بيهم الماتش. هاني كويس قوي، هاني كويس قوي الموسم ده بالذات، هاني يعني 10 من 10. حاجات بسيطه قوي اللي مع المنتخب او مع الاهلي كان بيعملها غلط، لكن هو الموسم كله اوفرول لحد دلوقتي هاني بصراحه مفاجئني. وشفتوا اسيست امام عاشور يا جماعه؟ شفتوا دي يعني في الهدف الثاني، شفتوا دي مش اي حد يعملها يا جماعه، يعني بجد تحيا كره الشوارع ان هي طلعت لعيب زي امام عاشور بجد، اللي اساسا دلوقتي بنشوف اللعيبه اللي هي طالعه بالواسطه دي والله العظيم ما بيعرفوا يبصوا الكره صح، ما بيعرفوش يستلموا اصلا. فكل المجد لكره الشوارع اللي طلعت امام عاشور، وان شاء الله نشوف لعيبه زيه كتير قوي الفتره الجايه. الاهلي عنده ماتش مع يانج افريكانز بره ارضه، هيكون ماتش صعب. شفنا يانج افريكانز فرقه تقيله جدا، فرقه صعبه جدا، يعني مع الجيش الملكي اصلا كسبتهم هناك 1-0. فهم دلوقتي عندهم 4 نقط، لان هم تعادلوا كمان مع شبيبه القبائل هناك في ملعب شبيبه القبائل. فهم فرقه كويسه، شفنا ده في الشوط الاول ان هي فرقه واقفه على رجليها، عندهم مدرب كويس جدا. فشايف ان الاهلي هيبقى عنده مهمه صعبه قوي خارج الارض، فان شاء الله الاهلي على الاقل على الاقل يطلع بالتعادل من هناك ويجي هنا ويلاعب الجيش الملكي ويكسبه، وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه والاهلي يتصدر مجموعته. ما اظنش ان ده هيبقى صعب، بس ان شاء الله الاهلي يتصدر مجموعته ومن بدري كمان. نخش بقى على الزمالك وبيراميدز، وشفنا الصفقات اللي بتحصل. الزمالك شغال يبيع في لعيبته، بيطلب مبالغ في لعيبته عشان يبيعها واحده واحده، عشان الازمات اللي عنده والديون اللي عنده، الديون اللي وصلت لاكتر من مليار جنيه، مبلغ كبير قوي. انت زي ما سمعت كده مليار جنيه. فالزمالك جاله وقف من الفيفا للمره العاشره، فلازم كل ده يتفك عشان الزمالك دلوقتي اتعمل له قضيه في الفيفا تقريبا بتاعت خوان بيتزيرا، فبقى عنده ايقاف عاشر، فكده بقى عنده ايقاف للقيد. فالزمالك في ازمه كبيره قوي، محتاج ان هو يبيع لعيبته، وبدا بناصر ماهر اللي وداه البيراميدز، والصفقه دي اعلنت من كام يوم. فالزمالك عنده مشكله حقيقيه، وانا ما اتمناش ان الزمالك يفضل في المشكله دي كتير، لان الزمالك لو وقع انا ده المنافس بتاعي، هو ده المنافس بتاعي مش بيراميدز. هو حاليا على الورق وبالارقام بيراميدز، غريم الازلي بالنسبه لي هو الزمالك، ولو الزمالك كويس انا هبقى كويس، لو الزمالك مش كويس ما اعرفش ايه اللي هيحصل. الانديه الجماهيريه بتقع واحده واحده، ودي مش حاجه كويسه خالص. ناصر ماهر راح لبيراميدز بحوالي تقريبا 60 مليون او 50 مليون، وده رقم كبير يخش خزينه الزمالك، ينعشها شويه. في كلام على اخوان بتزيرا ان هو هيمشي، في كلام على عبد الله السعيد ان هو هيمشي. فتقريبا الناس دي هتطلع يا دوبك ان هم يدفعوا الشرط الجزائي، او اللي هم يدفعوا مرتب اللعيب بس وياخدوه من غير صفقه انتقال، عشان بس يسرعوا عمليه الانتقال. عايزين يبيعوا اللعيبه مش اكتر. شفنا اكتر من قضيه زي اخوان بتزيرا وبنتايج واكتر من لعيب كمان، فدي مشكله كبيره لنادي الزمالك. فهو يحاول يسد الديون اللي عليه دي قبل ما يبقى واقف القيد اكتر من مره، عشان ما يحصلش معاه زي الاسماعيلي كده. وبس مش هطول عليكم في النقطه دي. خلينا نتكلم عن بيراميدز اللي خده من الاهلي قبل كده حامد حمدان بعد ما الاهلي كان مخلص معاه كل حاجه، وبعدين عوده الفخوري اللي برضه الاهلي كان مخلص معاه كل حاجه، لكن دخل بيراميدز وبيقول للعيب، هو لعيب عنده 20 سنه، فانا بقول لك ان انت هتلعب معايا اساسي. الاهلي ما كانش قايل له ان انت هتلعب معايا اساسي، الاهلي كان قايل له ان انت لعيب صغير هيبقى ليك دور مع الفرقه لو اثبتت نفسك انما بيراميدز دخل بفكره ان هو بطل افريقيا وهيلعبوا كاس عالم للانديه كمان 3 سنين، فقال له انت هتلعب اساسي وممكن كمان تلعب كاس عالم معانا، وقدموا مبلغ مالي اكبر من الاهلي، وكمان ضمنوا له اللي هو هيلعب اساسي، دي اهم حاجه. فطبيعي ان عوده الفخوري بدل ما كان هيفكر يروح للاهلي وانه هيعاني، طبيعي هيروح هنا ياخد فلوس اكتر، وكمان هيبقى ليه دور اساسي مع الفرقه اكتر، وكمان كاس عالم. فاظن ان التسريبات اللي كانت بتطلع من الاهلي دي خلت عيون بيراميدز تروح تشوف اللعيبه اللي الاهلي بيتكلم عنها، ودخل بيراميدز ياخد منك لعيب والتاني. فالموضوع مش عارف هيستمر لحد امتى، ولما الاهلي يكون عايز لعيب بيراميدز برضه هيخش ياخده منه بسبب المبالغ الماديه اللي بيراميدز بيحطها. وده يحطنا عند فكره ان خلاص سقف الرواتب وسقف الكلام ده كله بيراميدز بدا يلعب فيه، وبدا يحط الاهلي والزمالك في في مشكله كبيره قوي، ان انت لازم تعلي كل الحاجات دي. معرفش ده هيبقى فوق مستواهم المادي ولا ايه، بس اظن الاهلي معاه فلوس يعني. فده تاني لعيب ما نعرفش ايه اللي جاي، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. بيراميدز بدا يحط نفسه وسط الكبار، ان هو بقى دلوقتي هو والاهلي هم اللي بينافسوا بعض، الزمالك خرج بقى الثالث في المنافسه دي. وبس الفتره الجايه هي اللي هتكشف لنا، لان لسه سوق الانتقالات ما خلصش. الاهلي عنده وادي دجله يوم الثلاث، وادي دجله فرقه كويسه جدا، فرقه كويسه جدا على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي، فرقه بتلعب كره كويسه، فرقه معاهم مدرب شاب جدا، ودي ما بتحصلش في الدوري المصري. فرقه بتقدم كره حلوه بجد،
وكسبت الزمالك قبل كده وعفرت مع كذا فرقه. وجدول الدوري مش مستحمل اي حاجه ان الاهلي ينزف نقط تاني، لان بيراميدز والاهلي لاعبين 12 ماتش وسيراميكا 14، ودلوقتي سيراميكا هو الاول وبيراميدز الثاني والاهلي الثالث، فنزيف للنقط تاني مع الاهلي مش هينفع خالص، لان بيراميدز لو كسب الماتشين اللي جايين هيشرخ جامد. الفرق بين الاهلي وبيراميدز اصلا 4 نقط، فالاهلي محتاج يكسب الماتش ده. هتلاعب خصم صعب جدا، وادي دجله فرقه كويسه جدا وهتعاني قدام. فزي ما قلت لكم الاهلي مش مستعد ان هو يخسر نقط خالص الفتره الجايه في الدوري، وان هو يلعب ان هو يكسب كل الماتشات اللي جايه قدامه، وده هيتزامن مع فكره ان انت هتخش في ضغط كبير بين الدوري وافريقيا. خرجت من الكاس ودي اظن حاجه كويسه، والرابطه دي اصلا ما حدش بيبص لها قوي. خرجت من بطولتين، فانت عندك دلوقتي بطولتين مركز فيهم، اللي هم الدوري ودوري الابطال. فهيبدا يكون في ضغط على فرقه الاهلي، هنبدا نشوف اصابات الفتره الجايه انا متاكد، يعني بعد الشر ما يحصلش، بس هتبدا تشوف اصابات، هتبدا تشوف لعيبه بتتوقف. يستروب عنده فتره كبيره، الفتره الجايه هتكون مليانه ماتشات تقيله جدا، فان شاء الله يقدر يعمل اللي عليه والاهلي يكسب ويرجع تاني للسلسله بتاعت الانتصارات. وبس ده كان كل حاجه النهارده. ان شاء الله الفتره الجايه هنطلع نتكلم اكتر، وان شاء الله بعد ماتش الاهلي وادي دجله او بعد ماتش الاهلي ويانج افريكانز هيكون في حلقه. وبس، كان معاكم عبد الله القاضي، ودي قناه في ال 18. ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في السيت اب الجديد، تنزلوا في الكومنتات تقولوا لي الفتره الجايه الاهلي هيعمل ايه والزمالك محتاج ايه، ولو عايزين نتكلم على الزمالك الفتره الجايه برضو قولوا لي. بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تعملوا لايك، ونتكلم مع بعض في الكومنتات كده، انا برد على كل الكومنتات. وبس، سلام.